السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك وأعوذ بك من الشيطان الرجيم. أهلا وسهلا بصحابنا وزوارنا ومتابعينا ومدعمينا وكل الناس اللي بيشوفونا وبيتابعونا على قناتنا. برحب بكم جميعا. الريفيو النهارده معانا عن عربية سانجيونج تيفلي اكس ال في لاكشري موديل 2019. العربية فابريكا بره وجوه بالكامل، عاملة 80,000 كيلو، كل صيانتها في التوكيل. ايه اللاكشري وايه اعلى فيها وايه الكماليات اللي موجوده فيها. هنتفرج على العربيه وهنخش في صالونها وهنفتح كبوتها ونشوف اوضه الموتور بتاعها وهنشوف كل جزء فيها وكل سنتي فيها. بس قبل ما نشوف كل حاجه فيها هناخد شويه معلومات كده سريعه عن العربيه وكماليات العربيه وبيانات العربيه. العربيه معانا 1600 سي سي، 4 سلندر، 128 حصان، 16 صباب، عزم الدوران 160 نيوتن، فتيس 6 سرعات ستيبترونيك. الدفع بتاعها فور ويل. العربيه دي النهارده معانا الدفع بتاعها فور ويل. عربيه مميزه شويه في كمالياتها، في الدفع بتاعها، في كل حاجه فيها. خزان الوقود بتاعها 47 لتر. العربيه مزوده بجنط 18 2 لون. ضمان العربيه 5 سنين او 100,000 كيلو. طول العربيه 4480 ملم. عرض العربية 1810 ملم. عرض بطول متناسب أوي مع حجم العربية ومع شكلها. التسارع من الصفر لل 100 كيلو 12 ثانية. السرعة القصوى بتاعت العربية 175 كيلو متر. العربية بتستهلك 7 لتر و8 من 10 في ال 100 كيلو. تسارع كويس واستخدام كويس للبنزين. مع وزن العربية 1318 كيلو جرام. تناسب في كل حاجة. ممكن تكون العربية التجميع بتاعها أو التسارع بتاعها من الصفر ل 100 كيلو بطيء شوية لحالة وزن العربية مع طولها مع عرضها. شكل العربية مميزة أوي ورياضية أوي من جوه. الصالون مميز بفرش جلد بخياطة هاند ميد لونها أحمر في الفرش الأسود. اير باك تابلو، شاشه تاتش. العربيه كمالياتها كتير، مواصفاتها كتير، الاوبشن بتاعها كتير. الكتالوجات بتاعت العربيه. العربيه مزوده بتويترات اماميه وسماعات اماميه في البيبان. شكل الفرش الداخلي بتاع العربيه مميز قوي. الجلد بشكل كربون كده. عواكس في البيبان الداخليه الاماميه. اماكن تخزين كتير. زي ما احنا شايفين العربيه بشكلها انسيابيه قوي. الكراسي بتاعتها شبه رياضيه لحد ما. سماعات في البيبان الخلفيه. اماكن برضو تخزين. مخدع نص للكنبه الخلفيه. مخادع راس للكنبه الخلفيه. العربيه مزوده بفتحه سقف. شكل المقصوره بتاعتها من الخلف. مقصوره العربيه غنيه قوي. العربيه النهارده بصراحه معانا غنيه، فيها كماليات كتير، فيها اوبشن كتير، فيها حاجات كتير. العربية مزودة بروف راك للسقف. ازاز فوميه. لو في الإعادة إفادة برضو. الجنط قلنا جنط 18 2 لون. عربية فوانيس ليد أمامية وخلفية. مساحة خلفية على الزجاج الخلفي. سبويلر شنطة بعاكس ستوب. هنفتح الشنطة ونتفرج على الشنطة. عندي ستارة خلفية بتحجب ما بين الصالون والشنطة. المساحة بتاعت الشنطة مساحة كويسة جدا. 427 لتر
ده من غير ان انا كمان لو طنيت الظهريه بتاعت الكنبه الورانيه دي هتصبح عندي مساحه كبيره قوي للشنطه تستخدمها في اي حاجه. معايا اشياء كتير، ممكن عايز اقلبها عربيه نص نقل. عندي اضاءه خلفيه في الشنطه، مكان الاستبن، السيرفيس بتاع العربيه بتاع الكاوتش، اساسيات العربيه زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. زي ما احنا شايفين العربيه ما شاء الله عليها وعلى حالتها. العربيه معمول لها نانو سيراميك من بره. العربيه مزوده بكاميرا خلفيه، سنسور بارك خلفي، عواكس في الاكسدام الخلفي. العربيه اوبشنها كتير، كمالياتها كتير ما شاء الله. العربيه وعلى حالتها. اتفرجنا على العربيه من الجنب اليمين وخدنا معلومات سريعه عن العربيه. هنبص عليها من الجنب الشمال. الحمد لله ما عنديش اي حاجه تعوق العربيه. زي ما رجعنا ونرجع ونقول العربيه عندي فابريكا بالكامل. كل صيانه العربيه في التوكيل من ال1000 لغايه ال80,000. زي ما احنا شايفين حاله السقف الداخلي ما شاء الله على العربيه واساسياتها. الواحد مش عايز يتكلم كتير عشان ما يحسدش العربيه، لان العربيه بسم الله ما شاء الله من النادر ان انت تلاقي عربيات عامله كيلومتر وبتكون بالحاله دي صاحبها يكون محافظ عليها بالمنظر ده. العربيه يعني عامله 80,000 كيلو ولسه يعتبر لسه فيها استيكرات الفابريكا زي ما هي. مفتاح رباعي الازاز بتاع العربيه، والتحكم في المرايات. التحكم في المرايات ضم فتح وقفل. التحكم في الفور ويل، الزرار ده بتاع تحكم الفور ويل. التحكم في حركات الفتيس اذا كنت محتاج الفتيس يبقى رياضي او مش رياضي. عندي العربيه مالتي فاكشن كامل، بلوتوث. ندور العربيه وهتشوف العربيه شكل الصالون بتاعها وشكل العدادات بتاعتها. شعار سانج يونج اول ما بتدور العربيه بيطلع على الشاشه. عندي الشاشه مزوده بشاشه حوالي 7 بوصه. العربيه عامله 84,000 كيلو. زي ما احنا قلنا ما عنديش الحمد لله اعطال. السيارات كلها فابريكا، السيارات في التوكيل انا اسف. عندي زرار هنا التحكم في الباور. عندي اكتر من نظام للتحكم في الباور. نظام التحكم في الحراره بتاعت التكييف اذا كنت ساقع او سخن. التحكم في التكييف نفسه. مكان USB، مكان HDMI. مخرج 12 فولت. صباع ولاعه. زي ما احنا قلنا الفتيس عندنا ستيبترونيك، اشتغل مانوال واوتوماتيك. مخدع نص بمكان تخزين للسائق. زرار التحكم في فتحة السقف والحركات فتحة السقف. عندي مكان جراب للنضارة. الشماسات مزودة بمرايات داخلية بكفر خارجي. تعليمات وارشادات الاير باج. زي ما احنا قلنا العربية فتحة سقف. اير باج طاره. العربيه كاساسيات وكماليات وكاوبشن وكل حاجه فيها عربيه غنيه جدا. خدنا خلفيه سريعه، خدنا بصه سريعه.
لو نسينا نقول ان العربيه ستارت انجن. هنبص على الموتور وشكل الموتور. اشارات مرايات ليد. عندي قطاعات كتير في العربيه ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده، او بنحاول نوضح معانا في التصوير. كل القطاعات فيها ما شاء الله عليها ستيكرز الفابريكا. العربيه كان استخدامها بيستخدمها مالكها الاول استخدام راقي جدا، متابعه دائمه مع الوكيل، صيانه منتظمه. مفيش الحمد لله عندي ترشيح زيت، مفيش عندي خرارات زيت، مفيش عندي اي حاجه تعوق العربيه في اي حاجه الحمد لله. الكبوت مبطن بفرش داخلي عازل للحراره. خدنا بصه سريعه عن اوضه الموتور، وخدنا بصه سريعه عن خارج العربيه، وخدنا بصه سريعه عن الصالون. اتشرفنا بيكم، اتشرفنا بتعليقاتكم، بنكبر بيكم، ويا رب ما نكون طولنا عليكم، ويا رب نكون وصلنا لكم المعلومه كامله والمشاهده تامه. وانتظرونا في القريب العاجل ان شاء الله. في اي حاجه استفسار او تعليق او اي حاجه نتشرف بيكم ونتشرف بزيارتكم لينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.